استكمالا لسلسلة تحضيرات مفرزات رمضان، اليوم رح نعمل الشيش برك. طريقة تشكيله وتفريزه وطبخه باللبن بعد التفريز طريقة كتير سهلة، رح تريحكم كتير في رمضان وتوفر عليكم وقت كتير، والطعم يا جماعة ما بقدر أوصف لكم قديه خرافي. فيلا نبلش. 3 أكواب طحين رح ننزل عليها معلقة صغيرة ملح، كوب مي دافية بنزلها بالتدريج، ممكن تحتاجوا أقل من هيك حسب نوع الطحين تبعكم. بعد ما ألم العجينة بنقلها على بورد وبعجنها كتير منيح من 5 ل10 دقايق لتتكون عندي عجينة متماسكة وملسة. بحطها بالصحن وبغطيها وبخليها ترتاح ساعة كاملة عشان نريح الجلوتين ويسهل علينا مد العجين. بهالوقت حضرت الحشو عبارة عن نص كيلو لحمة مفرومة مع بصلتين مفرومين، شوحتهم على النار مع معلقتين زيت، ملح وفلفل أسود، وآخر شي بحط لها رشة البقدونس المفروم، وهيك صارت جاهزة. وهلأ بعد ما ارتاحت العجينة رح نرش شوية طحين ونمدها. أنا بحب إنها تكون رفيعة، كل ما كانت رفيعة كل ما كان الشيش برك أطيب. ممكن نستخدم أي قطاعة في البيت، ممكن نستخدم الفنجان لتقطيع العجينة أو غطا أي علبة عنا. بعد ما أقطعها بلم العجينة الزايدة بحطها بالصحن وبغطيها كتير منيح عشان ترتاح ونرجع نمدها ونستخدمها تاني مرة. لتشكيل الشيش برك رح نحط اللحمة ونضغط عليها بهاي الطريقة، بعدين رح أمسك الحشوة بالإصبع وبالإيد التانية رح نسكر الحبة بهاي الطريقة، بعدين منلفها وبضغط على الأطراف بهاي الطريقة لتسكر كتير منيح، وهيك صارت جاهزة معنا. رجعت مديت العجينة واستخدمت غطاء علبة، ممكن تستخدموا غطاء أي علبة حسب الحجم اللي انتوا بتحبوه. أنا حستخدم حجم شوي أصغر. رجعت أخدت العجينة الزايدة لميتها وخليها على جنب لترتاح لنستخدمها كمان مرة. بنفس الطريقة نضغط بالإصبع وبالإيد التانية بنسكر العجين، بعدين بنلفها وبنضغط على كل الأطراف، وهذا الشكل رح يكون شوي الحبة أصغر فحسب ما بتحبوا. فمثل ما شايفين الفرق، الفنجان رح يعطينا الحجم الوسط والغطا رح يعطينا الحجم الأصغر، فحسب شو بتحبوا يكون حجم الشيش برك. بندخلها على فرن محمى على درجة حرارة 200 مئوية، بس دقيقتين من أسفل ودقيقتين من أعلى، بس ليتغير لون العجينة وبس تتشمع تشميع بسيط. أنا ما بدي إياها تتحمر أبدا، بس بدي إياها يتغير لون العجينة وأطلعها مباشرة زي ما شايفين بهاي الطريقة. بنخليها تبرد تماما بحرارة الغرفة، بعدين بدخلها على الفريزر من 2 ل3 ساعات لتتجمد تماما. بعدين بنطلعها وبنحطها بأكياس للتفريز لرمضان، وهيك بتكون صارت جاهزة معنا. وقت ما بدنا منجهز اللبن ومنطلعها ومنطبخها مباشرة. حبيت أعمل لكم كمية بسيطة لورجيكم طريقة طبخها باللبن بعد التفريز. استخدمت كوبين لبن رايب، حنضيف عليهم معلقتين كبار نشا، وعلى البارد بخلطها كتير منيح ليندمج اللبن مع النشا. بعدين بشغل النار عليها مع الاستمرار بالتحريك. بعدين رح أنزل عليها 1.5 كوب مي، رشة ملح، ورشة من ملح الليمون، لأنه نوع اللبن اللي أنا مستخدماه حلو مو حامض، فإذا اللبن اللي استخدمتوه حامض ما في داعي تحطوا ملح الليمون. بس يبدأ يغلي عندي اللبن مباشرة بطلع الشيش برك من الفريزر مباشرة وهو بارد، مننزله على طول على اللبن السخن، ما منخلي الشيش برك يفك برا أبدا. نستمر بالتحريك من 10 دقايق لربع ساعة لا يبدأ الشيش برك يطفو على سطح اللبن، هيك معناته استوى. بنكون حضرنا قدحة الثوم والكزبرة ومننزلها على اللبن، وهيك صارت جاهزة معنا. طبعا ما بتتخيلوا الروائح يا جماعة قديه رهيبة، عن جد من أطيب الأكلات. وإذا حضرناها زي ما قلنا تحضير مسبق ما رح تتعبنا أبدا، ورح تكون كتير سهلة وسريعة. ومنقدمها مباشرة مع رز بشعرية، ولا أطيب من هيك يا جماعة، عن جد طعمها جدا رائع. ورجيكم حبة هلأ أفتح لكم إياها ورجيكم كيف من الداخل، ولا ألذ، عن جد بتشهي القلب. بتمنى إنكم تجربوها. إذا عجبكم الفيديو لليوم ما تنسوا اللايك والمتابعة، وأشوفكم بالفيديو الجاي.